السيده اللي كب على الزوج ديالها الزيت وحرقها. ياك يلا حطيت لكم دابا فيديو قلت لكم بان واحد السيده حرقها الزوج ديالها بالزيت توفات الله يرحمها. قلت لكم ان مجموعه من الناس داروا بعض التعاليق يشيدون بداكشي اللي دار الزوج. انا عني كشخص كحنان دخلت بلغت على هاد الاشخاص هادو غير اونلاين. بزاف منكم قلتوا لي ما عرفناش كيفاش نبلغوا. ديجا حاطه لكم فيديو غنرجع نحطو لكم دابا كيفاش تدخلوا تبلغوا، ماشي غير على هاد الجريمه. اي فيديو بان لكم فيه شي تعليق ماشي تلهيه يشيد كيشجع على داك الفعل اللي قام به اي شخص، وكان داك الفعل مخالف للقانون، والله العظيم على قد ما ضرني حالي هذوك التعاليق قسما بالله. كنت كنتريني دابا يلاه ساليت باقي ما درت حتى حاجه. لحت عليا اللي كان لقيته وجيت غنسجل هذا الفيديو هذا، دخلت بلغت وغادي نحط لكم الفيديو هذا كيفاش درت حتى بلغت. الله يرحم بها الوالدين. اي واحد شاف شي تعليق بان لي بانه كيقول بحال السيده اللي بلغت به قال لك انا في بلاصتو ندير اكثر منه، لانه قال لك هو افترض بان السيد قتل مرته على حساب انها داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لك انا ندير اكثر منه. على اي فبلغت بيه وبلغت مجموعه من الاشخاص. انا بعد عني كشخص بلغت باربعه الاشخاص. بغيتوا تبلغوا وانتم كتبينوا الهويه ديالكم شكونكم عندكم الحق، بغيتوا ما تبينوش الهويه ديالكم ما يعرفوكمش شكون عندك الحق. على اي ها هو الفيديو غنحطو لكم دابا بالتفصيل. فالله يجازيكم بالخير تكون عندكم هاد الثقافه التبليغ، لان هادو ناس مختلين عقليا كيعيشوا وسط منكم. اليوم كان الدور على الزوجه، غدا ما تقدرش تعرف الدور على من يكون. اي واحد كيعطي لنفسه الحق تيقول لك بان هذا الزوج من حقه انه يحرق الزوجه ديالو بالزيت وكيبرر هذا الفعل، وتيقول لك احنا ما عرفناش ممكن يكون عنده شي سبب. بلغوا به، لان هذا كيتعتبر فعل جرمي وكيتعتبر اشاده بالارء. وكملوا عندكم، لان انفو كنقول هذه الكلمه هذه كيتبلوك الفيديو. المهم غنخليكم مع هذا الفيديو. الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هاد المنصه ديال الابلاغ غادي نخلي لكم انا بالتفصيل. خليوه عندكم ياك، لانه درتو مرارا وتكرارا. على اي واحد وقع في شي مشكل بغى يبلغ غير اونلاين بلا ما يحتاج انه يتنقل. بالنسبه لي انا ما كايناش في المغرب، فاذا شفت شي حوايج كيستفزوني كيستدعيو انني نبلغ فكندخل نبلغ اونلاين. ياك كديروا iblag.ma كيف مكتوبه الفوق e-6 blagh.ma. ياك غتخرج لكم هاد الصفحه هذه، غتكليكيو على ابلاغ. ها هي ابلاغ، ياك كتكليكي عليها. عندك الحق كاين ابلاغ عادي وابلاغ مستعجل. مثلا انا غندير ابلاغ عادي كيف بلغت دابا على مجموعه من الناس. انا غندير انا الضحيه ووافق على الشروط وغندير التالي، وسالس دغيا كتدخل ليه دغيا المعلومات كتخرج لك بالزربه، ما كيعطلوكش. نوع المحتوى الابلاغ هنا كتختار. بحال دابا انا هادو اللي بلغت عليهم على القضيه ديال السيده اللي حرقها الزوج ديالها بالزيت وقال لك تستحق، درت الارهاء. المهم ديك الكلمه حيت فيما كتقولها كيضرب لك الفيديو والاشاده به. هذا اللي درت. ودرت كاين شي وحدين العنف والتهديد بارتكابه. المهم كتكليكي مثلا غنكليكي على هذه. ياك صافي كدير التالي، كتختار انت راه عاطينك مجموعه من الاشياء. هنا كدير دعامه المحتوى. ياك هذاك السيد اللي كتب داك الشيء فين كتبه، واش على موقع، على مدونه، على منتدى، على مواقع التواصل الاجتماعي. انا درت على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، هي غنختارها. تاريخ المعاينه، امتى شفتي داك الشيء، الوقت كديروا، رابط الموقع اللي شفتي فيه هذاك السيد دار داك التعليق، مشتبه فيه شنو سميتو، معرفه هذا معرف المشتبه فيه، الصفحه ديالو حتى هي كديرها. وكتمشي هنايا للوصف، كتوصف كدير المعلومات. علاش مثلا انا درت بانني كنقدم محتوى على السوشيال ميديا وانني تحدثت على هذيك السيده، فاذا بك كنلقى بعض الناس يؤيدون ما قام به الزوج. فهمتي؟ صافي وكدير التالي. انا حيت هنايا المعلومات ما كتبتهمش ما غاديش تعطيني. ملي كدير التالي كيقول لك واش بغيتي تبين تحط المعلومات ديالك انت كمبلغ، ولا بغيتي تبان كشخص مجهول. عندك الحق انك تبينه ولا تكون كشخص مجهول، لك كامل الحريه. بغيتي تعطي المعلومات ديالك مرحبا، ما بغيتيش كيكتفيو بانك كدير بانك شخص مجهول. صافي وكتقدم البلاغ ديالك. قلت لكم بان راه كاين مجموعه من التعاليق غادي نبلغ عليهم في الواقعه ديال هذيك البنت اللي حرقها الزوج ديالها. كاين شي وحدين دخلوا عندي انا للتعاليق كتبوا لي بانه كتستحق داكشي اللي وقع ليها. هاني دخلت كنبلغ بهم دابا. ياك والمنصه هي ابلاغ، كديروا
ياك تيغي هذيك تيغي اللي كتكون في الوسط بلاغ BLAGH.MA وكتدخلوا المعلومات. يعني دابا جالسه كندخل في المعلومات.